من اروع الوصفات ان انتوا تاكلوا كيك من جوه وبسكوت من بره مقرمش كده من بره، اللي هي الكوكيز البراونيز. تاكلوا كيك من جوه طري مع طبقه بسكوت مقرمشه من بره، يعني حاجه تحفه. حبيت ان انا اعملها لكم بطريقه مبسطه جدا جدا، وتعالوا اقول لكم على المقادير. وقبل ما اوريها لكم تعالوا كمان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا تشتركوا في القناه، لان احنا من امه بتكبر بيكم، وتعملوا شير ولايك. اول حاجه بطريقه مبسطه قوي، عندنا نص كوبايه من السكر على نص كوبايه من الزبده السايله، بيضه، المعلقه دي فيها رشه ملح شوكليت شيبس، وربع كوبايه من الكاكاو، وكوبايه من الدقيق، عليها بيكنج باودر، رشه من البيكنج باودر والفانيليا. هنركن الكلام ده كله على جنب ونجيب البوله ونحط المقادير بالترتيب اللي انا عاملاه. الزبده السايله عليها السكر مع رشه الملح، بس انا هقلبهم مع بعض. بعد كده ببتدي ان انا اقلبهم كويس قوي مع بعض، وبعدها هحط البيضه مع رشه الفانيليا. نخلطهم برضو كويس، هتلاقوا القوام كده شويه اختلف. بعد كده بحط الدقيق مع البيكنج باودر واقلبه كويس. الافضل هنا انا حطيت المقادير مره واحده، بس انا عايزه اعلمكم ان انتوا تحطوا في البسكوت بالذات في الكوكيز، تحطوا المقادير بالتدريج، عشان لو الدقيق مختلف ما يمسكلكوش العجينه مره واحده. هنبتدي نخلط المقادير مع بعض، وبعدها هحط الشوكليت شيبس. هنا انا حطيت المقادير مره واحده فطلعت لي العجينه اللي هي المتماسكه اللي انتوا هتشكلوها بايديكم، لكن ممكن برضو تبقى اسيل من كده شويه تتمسك، يعني تبتدي ان انتوا تمسكوها كده تبقى ناشفه شويه، بس برضو تقدروا تعملوها بالسكوب بتاع الايس كريم تبقى متماسكه شويه. ده الوصفه او القوام اللي احنا عايزينه. انا حبيت اوريها لكم اللي هي القوام المتماسك قوي، عشان يعني ما تبصش منكم في الاول. بحطها طبعا على فرن 180 ل 200 على حسب الفرن، وبشوفها كده طريه من على السطح، وفي نفس الوقت واخده تشميع كده من تحت. عايزه اقول لكم حتى اتكسرت وانا بوريها لكم يعني. طبعا انا القطعه دي انا اكلتها، واوريها لكم بقى من جوه. كيك، انتوا بتاكلوا كيك من جوه وبسكوته من بره، يعني حاجه كده تحفه جدا وطريقه سهله قوي. طبعا انا قاعده اكسر واكل يعني بطريقه بسيطه. انا عملت مقادير بسيطه قليله عشان ما بنزودش قوي برضو في السكريات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسيوش طبعا شير ولايك، ومن امومه بتكبر بيكم. ولو جربتوا الوصفه قولوا لي ايه الاخبار. اشوفكم على خير، باي باي.